بعد ما موتها من غيظه منها راح جاب سكينه ونغزها في ظهرها 3 نغزات. ليه يا ابني؟ راح شايلها وحاططها في الدولاب عنده. الحب يا ابني في السن الصغير ده. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعالوا نشوف الجريمة دي الحب هو السبب فيها. انتوا عارفين ولادنا لما بيجي يحبوا، يعني علاقة الحب دي بتبقى في أسمى معانيها في سن المراهقة. بيبقى الشاب لسه قلبه أخضر، والبنت بيكون لسه يا دوبك مشاعرها بتتفتح وعواطفها بتتفتح. مرحلة المراهقة من أخطر المراحل اللي بيمر بها أولادنا سواء كانوا بنات أو أولاد. بتبتدي مرحلة المراهقة يمكن عند البنت قبل الولد، ممكن تبدأ من عند البنت من سن 13 14 15 سنة. عند الولد يمكن من أول 15 16 سنة. البنت بتبدأ مشاعرها تتفتح وفي سن بدري. الولد بيأخر شوية، لكن مرحلة المراهقة عند الولد أو البنت بتكون مرحلة من أخطر المراحل السنية اللي بيمر بها أولاد. فأولادنا لما بيحبوا في السن ده ما بيقدروش يكبحوا جمام مشاعرهم أو عواطفهم، بيبقى حب متدفق سواء مع الولد أو البنت. نتيجة ده ترتب على إيه؟ ترتب عليه جريمة من أبشع ما يمكن. إحنا معانا 2 في معهد، ولد عنده 17 سنة وبنت عندها 16 سنة. الولد والبنت بيحبوا بعضهم جدا. البنت اسمها ميرال 16 سنة، الولد اسمه غازي 17 سنة. بيحبوا بعض الحب العذري، حب اللي هو لسه هو في بداية مشاعره وهي في بداية مشاعرها وعواطفها، وهما الاتنين أول حاجة يصادفوها وقلبهم يدقهم في السن ده حبوا بعض، وهم أصلا من نفس المنطقة. فكانت بتتردد على والدته وأخواته، وكانت بتزورهم عادي جدا زميلتي في المعهد. وكانت أمه وأخواته عارفين إن الولد بيحب البنت والبنت بتحب الولد، وإن هي بتيجي تسلم علينا مش علشان إحنا وحشينها، ده عشان تيجي تسلم على الشاب اللي بتحبه ابننا اللي اسمه غازي. استمرت العلاقة طول ما هم في المعهد لغاية البنت. ما هو مرحلة المراهقة مرحلة مختلطة المشاعر، مش في اتجاه واحد. أي بنت ممكن تحب واحد وتاني يوم تحب تاني لأنها مراحل متقلبة. ميرال اتعرفت على شاب في المعهد برضو فتعلقت بيه، وابتدت تتجاهل غازي اللي هو بيحبها واللي كان بتحبه، وابتدت تهتم بالشاب التاني وتركت حبيبها الأولاني. غازي فضل يحاول معاها مرة واثنين وثلاثة، قالت له يا غازي أنا خلاص، أنا الحب اللي أنا كنت بحبه لك كان حب لسه ما ترسخش، ولسه ما كنتش متأكدة من مشاعري، ولسه ما كنت. خلي بالكم احنا بنتكلم في القانون دول أطفال، سواء هو غازي اللي عنده 17 سنة أو ميرال اللي عندها 16 سنة. ده حب أطفال اللي احنا بنسميه الحب العذري، لسه عيال صغير. البنت عجبها شاب تاني، على فكرة ممكن تكون حبته عشان بيلبس كويس، عشان شعره بني، عشان عينيه خضرا، مش الحب اللي هو، لكن هي سن مراهقة. غازي زي بيقول ان هي طعنتني في قلبي بالكلمات دي، فكنت لازم انتقم منها. فاتصل بيها بيقول لها يعني كده خلاص نسيتيني؟ على كل منهم انا بحبك وبتمنى لك التوفيق وربنا يوفقك معاه، وانا علشان بحبك بتنازل، وانا ما يهمنيش غير سعادتك. فقالت له هو ده اللي انا كنت منتظرها منك،
وهو ده اللي انا كنت متوقعاه. انا عارفاك ان انت انسان محترم جدا، وعارف ان انت مش هتقف قدام مشاعري وحسيسي مع شخص حسيت ان هو ده اللي هيكون ملء حياتي وحب عمري. شغل اطفال صغيرين. قال لها طب ماما دلوقتي بتسأل عليكي وبتقول انت ما بتجيش تزورينا، وتهيأ لها ان انا مزعلك، ابقى عدي عليها والنبي عشان تعرف ان مفيش حاجه وان احنا اخوات. قالت له خلاص بكره ان شاء الله هعدي عليك. اتصلت بغازي قالت له اجي دلوقتي، قال لها لا تعالي كمان ساعه. كان في الوقت ده كانت امه واخده اخواتها اولادها الاثنين البنات ونازله، تعالى معانا يا غازي. قال لها لا يا ماما، هو امه وابوه منفصلين عن بعض، الام والاب من فوق منفصلين عن بعض، فامه واخده غازي وولادها التانيين البنات البنتين وعايشين لوحدهم، وابوهم عنده فوق ال 55 سنه وعايش لوحده. الواد انتهز فرصه امه واخواته البنتين خرجوا معاها، واتصل بالبنت اللي بيحبها ميرال وقال لها تعالي ماما مستنياكي. البنت راحت رن الجرس، فتح لها الباب، اما فين طنط ادخلي. الجريمه دي حصلت في تونس. هي الجرائم في الدول العربيه كلها متشابهه، سواء في مصر ولا سوريا ولا السعوديه ولا الاردن، كلها متشابهه. دي حصلت في تونس في منطقه اسمها بوغراده، محافظه سليانه في تونس، محافظه سليانه في تونس، منطقه اسمها بوغراده. ما اعرفش ممكن يكون منطقه الاسم غلط، بس انا مناطق جديده عليا. البنت دخلت، فين يا غازي يا طنط وفين اخواتك؟ قال لها انا جايبك وانا قاعد لوحدي. قالت له ايه؟ قال لها انا بحبك واديني فرصه تانية وانا هكون زي ما انت عايزه، بس ما تسيبنيش. قالت له لا خلاص، انا ارتبطت بصديقي ده في المعهد، وانت ربنا يوفقك، شوف الانسان اللي تستحقك، انا خلاص بالنسبه لي مشاعري وقلبي وعواطفي مع حبيبي التاني، اما انت بالنسبه لي فصفحه مطوطه. حاول معاها، والحب مش بالعافيه يا غازي. الحب يا ابني في السن الصغير ده انت مش عارف مشاعرك ومش قادر تحدد اتجاهاتك، وهي نفس النظام ده. انت لو سبتها يمكن اسبوع ولا 2 ممكن تتخانق مع حبيبتها وترجع لك تاني، لانه ده حب اطفال. لكن للاسف غازي ما قدرش يتحمل كلامها، وان هي خلاص نسيته، وان هو دلوقتي بالنسبه لها ذكرى، وان حياتها بدات مع حبيبها اللي هو التاني. فما كان من غازي الا انه جاب حبل وقال لها لا هتكوني ليا لا مش هتكوني لحد غيري، وراح خانقها بالحبل وراح موتها. بعد ما موتها منغزه منها راح جاب سكينه ونغزها في ظهرها 3 نغزات. ليه يا ابني؟ ده عندها 16 سنه، والله لو كنت سبتك كانت رجعت لك. بعد كده لما فاق من اللي عمله عنده 17 سنه، راح شايلها وحاططها في الدولاب في دولاب والدته، دولاب الهدوم بتاع والدته، وراح ساب البيت ومشي. رجعت والدته ومعاها اخواتها الاثنين بيغيروا هدومهم، هم يحسبوا غازي مشي. بتفتح الام الدولاب لقت ميرال، ما هي عارفاها وبتيجي تزورها، عرفوا ان ابنها هو اللي عمل كده. طبعا الست منفصله عن الام، فقالت لبنت من بناتها الحاج اتصل بابوك يجي يشوف المصيبه دي. ابنت الحاجنا يا بابا، ايه اللي حصل؟ قالت له غازي اخويا قتل ميرال صديقته وحاططها في الدولاب عندي. الراجل ما اتكلمش، راح جري على قسم الشرطه في مديريه او في محافظه سليانه، قال لهم مصيبه، ابني اللي عنده 17 سنه قتل صديقته والجثه عندنا في البيت. قوه طلعت معاه بسرعه، دخلوا على البيت، فين الجثه؟ الجثه في الدولاب. دي مين دي؟ ميرال. اتصلوا باهلها، قالت دي هي نازله، قالت ان هي جايه راح تسلم عليكي وعلى بناتك. الام عرفت ان ابنها كان مرضيش يطلع ويخرج معاهم عشان يستناها عشان يخلص عليها. في خلال ساعات تم القبض على الشاب غازي اللي انهار واعترف وقال سابتني وجرحتني وخانت حبي وحب الصديق ليا في المعهد وسابتني، وجايه تقول لي انت مرحله وعدت من حياتي وانا في صفحه جديده بداتها مع واحد بحبه وبيحبني، ما قدرتش امسك نفسي خنقتها ومن غيظي طعمتها. طبعا ده حدث 17 سنه. شفتوا حتى اطفالنا وصلوا للمرحله لايه؟ كل ده بسبب ايه؟ بسبب السوشيال ميديا. واحنا في السن ده كنا نعرف نقابل ونحب ونبعت رسائل ونتصور، لكن هنقول ايه؟
لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.